ايه افضل فيلم شفته في العيد السنه دي؟ فيلم برشام، فيلم كوميدي جميل جدا. انا ما شفتش الا غير ايجي بيست. ده الفيلم الوحيد اللي انا شفته دلوقتي. ايه رايك فيه؟ فيلم كويس، بيتكلم عن قصه احنا كلنا عشناها، قصه احنا بدأناها كجيل لسه، بالذات ان احنا كجيل لسه بيبدأ، فاحنا عشناها من الاول للاخر. وقصته حلوه، اداء تمثيلي حلو من احمد مالك. يعني اتفاجئت بالاداء بتاع مروان بابلو، كان اداء حلو يعني، مش من الاداءات اللي قفلتني. مش حاسس ان انا مجبور عليه عشان هو ليه شعبيته. كان كويس، كان مادي الدور كويس، فكان الفيلم بالمجمل كويس جدا. عجبك فيه ايه؟ كله ده. انا دخلت بصراحه ايجي بيست، يعني لسه ما دخلتش الباقي، بس بصراحه كان يعني لا فيلم جامد جدا. اداء مروان بابلو كان فظيع بصراحه، يعني من اكتر الاداءات اللي عجبتني في الفيلم. الى جانب طبعا برضه اداء ميشيل، ده كان رهيب بالنسبه لي، كان قنبله الكوميديا في الفيلم. فلا كان فيلم بصراحه موفق جدا وكان حلو. والله بصراحة أنا ما حضرتهم كلهم لحد الحين. حضرت فيلم برشامة، كان فيلم كويس، فيلم كوميدي بحت. هشام قدم مستوى كويس ممتاز، كان دوره كوميدي. مصطفى غريب كمان ثنائي كويس. ايه افضل فيلم شفته في العيد السنه دي؟ انا شفت فيلم واحد لسه خارج من ايجيبست دلوقتي، بصراحه فيلم جامد يعني. هو بالنسبه لافضل فيلم، طبعا اول فيلم شفته في العيد من اول اجازه بسبب الظروف والزحمه وظروف الطقس، فيلم سفاح التجمع. انا شخصيا هو عجبني كاخراج وكتمثيل، لكن ممكن يكون نقول ان اللقطات اللي اتقطعت فيه كتير ممكن تكون اثرت على ربط الاحداث او السياق او الايقاع بتاع الفيلم، بس الفيلم في حد ذاته جميل، فيلم حلو. برشامة طبعا. ايه رايك فيه؟ طبعا تحفة، وأول مرة أخش السينما. لما خشيت واتفرجت على برشامة طبعا في يعني حاجات لذيذة، وأكثر حاجة كوميدي، فعجبني الصراحة يعني.